بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وفي أحسن حال دايما يا رب. جايلكم النهاردة بفيديو جديد. هنعمل النهاردة زي ما انتم شايفين كده. هنعمل اللذيذة، وهي قطعة كده حلوة من حلويات مولد النبي. بتبقى حتة طرية كده وحتة جميلة كده بجوز الهند. بتبقى في علبة الحلويات، بيبقى طعمها جميل جدا وتعتبر أحلى حتة في الحلويات مولد النبي. وأنا عاملها النهاردة بطريقة سهلة بسيطة جدا. تابع معايا الفيديو، ولو أول مرة تشوفي قناتي فلن وليس أمر اعمل لايك واشتراك وفعل معايا زر الاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد من فيديوهات المطبخ ام عبد الله. بنسمي الله كده ونصلي على رسول الله. وزي ما انتم شايفين كده معايا، هعمل النهارده نص كيلو من جوز الهند. وانا جايبه جوز الهند اللي هو القشره العريضه، او جوز الهند اللي بيقول عليه اسمه الضفر تقريبا، او الخشن اللي هو الخشن الاول زي ما انتم شايفين كده. هعمل ربعين، ربع ابيض وربع اللي هو الغامق اللي هو اللون المتكرمل ده. وفي حله كده على النار، حطيتها على نار متوسطه في الاول كده. وحطيت جوز الهند بتاعي ده ربع كيلو، وحطيت عليهم معلقه واحده من الزبده. وده اللي انا هعمله الابيض ده، انا مش عايزه احمره، بس انا حطيته بس كده عشان ايه، لو في اي رطوبه او اي حاجه او اي ريحه تطلع. ومعاه معلقه الزبده ديت بتديله ريحه حلوه وطعم جميل جدا. ممكن تستبدلي معلقه الزبده دي بمعلقه سمنه، ويفضل تكون سمنه بلدي، بتبقى حلوه قوي في الحلويات. وهقلبها كده زي ما انتم شايفين مع بعض كده، زي ما انتم شايفين برضو على نار هاديه. مش عايزه نار عاليه عشان مش عايزاه يحمر، انا بس عايزه اطلع الرطوبه منه وادوب الزبده فيه عشان الطعم والريحه بتاعته تبقى حلوه. وبعد كده بقى هنقله بقى في ايه، في اي حاجه كده. وفي نفس الحله كده برضو مكانها مكان الابيض، احط برضو ايه معلقتين. حطيت معلقه من الزبده ومعلقه من السمنه، وممكن تعملي معلقتين زبده، ممكن تعملي معلقتين سمنه. ايه المتاح ليكي واللي انت بتفضليه اعمليه. وبعد كده حطيت عليهم الربع التاني من جوز الهند زي ما انتم شايفين برضو، واللي هو القشره العريضه برضو. وهفضل اقلب فيه كده. ده بقى انا هحمره، بس ايدك بقى ايه وانت بتقلبي فيه كده، ايدك ما تطلعش منه، وحاول النار ما تبقاش عاليه قوي علشان ما يتلسعش منك. وتبقى واحده سمره وواحده حمراء، او واحده سمره وواحده بيضه. يعني ايه، ما يبقاش كله لون واحد كده، ما يبقاش ايه شكله ظريف معاكي وشكله ما يبقاش كويس. بتقلبي بقى كده بمعلقه سيليكون او بمعلقه خشب. وفي الحله بقى مش لازم حله تيفال، باي حله موجوده عندك. وبتقلبي بقى واحده واحده كده، وايدك زي ما قلنا ما تطلعش من الحله لحد ما ياخد اللون. في ناس بتعمله باللون اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو لحد المرحله دي كده وتوقف عليه في التحمير. انا بقى بحب احمره قوي، بيبقى يعني ايه بيكون لونه محمر قوي، بيدي كده طعم حلو كده، وبيدي نكهه كويسه كده في الايه في طعمه وفي اكله. حمرته لحد ما خد اللون اللي هو اللون الكراميل زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وبعد كده نقلته بقى في ايه، في بوله. والبوله ديت بلاستيك حراري يا جماعه، عادي ان انت تحط فيها حاجه سخنه. إيه لو ما هيش بلاستيك حراري، يفضل ان انت تحط في اي حاجه تانية بقى، ازاز او اي حاجه تانية، علشان ايه السخونيه ما تتفاعلش مع البلاستيك وتديكي نتيجه مش كويسه. عملت الابيض بقى حطيته كده على جنب، وحطيت اللي هو اللون الكراميل ده برضو حطيته على جنب. حطيت الاتنين كل واحد في بوله كده. وبعد كده بقى ايه، في نفس الحله برضو غسلتها كده ونشفتها من الميه، عشان انت عارفين انا ما بحبش اوسخ مواعين كتير، كله في حله واحده. وحطيت كده كوبايه وربع من السكر، وحطيت عليهم ربع كوبايه من الميه. وكمان عسل الجلوكوز معايا كوبايه الا ربع. عسل الجلوكوز ده اسمه فيرست، بنجيبه بايه برطمان كده ب25 جنيه من عند اي عطار او من عند اي حد مستلزمات حلواني. ده اللي بيتعمل بيه البسبوسه وبيتعمل بيه الحلويات. ممكن لو ما عندكيش عسل جلوكوز بتحطي عسل ابيض نفس الكميه، او عسل نحل كوبايه الا ربع، وكوبايه وربع من السكر، وربع كوبايه من الميه. والسكر يفضل ان هو يكون سكر، يعني لو عندك سكر ابيض، بس انا عملت سكر تموين بس برضو سكر يعني ايه ما كانش غامق زي السكر بتاع الدوميه او الملبن الاحمر. كنت عاملاه بسكر غامق، فما كانش فارق يا جماعه، لان احنا كده كده حطينا للملبن ايه لون احمر، فغير اللون وما كانش فارق معايا. حطيت السكر والجلوكوز والميه كده على نار، ويفضل تكون نار هاديه علشان ايه ما يتلسعش منك. وبعد كده بقى سيبته كده مع نفسه. وجبت بقى الصاج او الصينيه اللي انت هتعملي فيها. ودي خطوه اساسيه لازم تعمليها قبل ما ايه قبل ما تشتغلي في الحاجه بتاعتك، علشان إيه على ما تعملي العسل بتاعك لو سبتيه يبرد هتلاقي ايه، على ما تعملي الصاج وتفرشي نقطه زيت او تحطي كيس مشمع او كيس بلاستيك او كده، هتلاقيه برد معاك. فيفضل ان انت تعملي الخطوه ديت بسابق قبل ما تبداي اصلا في الفيديو. وبمعلقه سيليكون، يفضل تكون معلقه سيليكون كده، وتجيبي من جنوب الحله علشان ما يعملش ايه معاكي بلورات سكريه كده، والسكر بتاعك ايه يعمل رذاذ على الايه على جنوب الحله. بسيبه لحد ما يغلي كده، ياخد ايه 3 4 دقايق كده غليان السكر والعسل الجلوكوز كله يدوب مع بعضه كده. وبجيب عصره ليمونه زي ما انتم شايفين كده بعصرها. وما عندكيش ليمونه ممكن تحطي يعني ايه طرف المعلقه كده، شويه صغيرين خالص خالص كده في طرف المعلقه إيه ملح ليمون.
وبعد كده بسيبه يغلي كده قيمه 5 دقايق برضو على نار هاديه. وبعد كده بتختبريه كده بطرف المعلقه، بتاخدي كده ايه المعلقه وتحطيها كده ايه، تسيبيها تنقط كده لما لحد ما تلاقي العسل بتاعك عمل يعني ايه، عمل خيط كده. لو لقيت الخيط بتاعك لسه طويل وبينزل كده تعرفي ان العسل بتاعك لسه ما استواش. لقيتيه يعني وقف كده وبقى بيمط، تعرفي ان هو بدأ ايه في مرحله السوا. نعمل اختبار تاني كده زي ما انتم شايفين. وبتجيبي بقى كوبايه ميه ساقعه او اي حاجه وتحطي فيها نقطه كده من العسل بتاعك. لو لقيتيه عمل ايه كوره كده، بس الكوره بتاعتنا عايزينها تبقى طريه زي ما انتم شايفين كده. مش عايزين الكوره بتاعتنا توصل لمرحله الايه التكسير، لا مش عايزينه يتكسر، احنا عايزينه يبقى طري وبيمط معانا كده زي الايه زي الملبن كده. بعد كده بقى تعرفي ان العسل بتاعك لما يوصل معاك المرحله دي تعرفي ان العسل بتاعك ايه استوى. بنجيب بقى ايه بالكرنيب كده او بكبشه او بكوبايه او باي حاجه، وعلى المقدارين بتاعنا الربعين اللي هو الربع الابيض والربع اللي احنا كرملناه او حمرناه. وبتجيبي بقى بتحطي بقى يعني ايه بنفس التساوي او بنفس الكميه، بتحطها على الكميه على المقدار ده وعلى المقدار ده. وتلبسي بقى جلافز او بايدك او بالمعلقه او باي حاجه، تحاولي كده ان انت تغلفي الجوز الهند اللي عندك كله بالعسل. هو طبعا سخن وانا ايدي يعني ايه كانت مش مستحمله، فايه اعملي بالمعلقه او اعملي بجلافز. حاولي ان انت ايه باي طريقه بقى ان انت إيه تغلفي الجوز الهند اللي عندك بالعسل، يعني ايه تخليه يبقى إيه كله ايه متغلغل كده وايه متغلف بالعسل البتاع اللي موجود عندك. وبعد كده بقى بعد ما بغلفه بنزل احطه بقى على الايه على الصينيه اللي احنا ايه فرشناها. انا حطيت عليها كده في قرية الصينيه نقطه زيت كده علشان ايه، وحطيت على نقطه الزيت ديت فرشتها في قرية الصينيه، وحطيت عليها كيس مشمع او كيس بلاستيك من اللي هو اكياس التلاجة، قطعته كده وحطيته عليها. وبعد كده برضو حطيت نقطه زيت برضو كده على الكيس البلاستيك من فوق. وزي ما انتم شايفين كده كانت هديت معايا شويه بايدي بقى ايه، وحطيت شويه كده من جوز الهند بيديلها يعني ايه شكل حلو كده وبيديلها طعم حلو كده. وقلبي بقى كله ببعضه كده بقى وعلى حسب السمك اللي انت عايزاه هتفردي الكميه اللي موجوده عندك. لو انت عايزاها سمكها ورقيق مش قطعه كده سميكه او تخينه، يعني افرديها فرده كويسه. لو انت عايزاها تبقى ايه سمكها يعني ايه تخين وكده، حاولي ان انت ايه تضغطيها كده او تزقه كله كده جنب بعضه علشان ايه تديك السمك اللي انت عايزاه. وفي الاخر بقى جبت كده ايه كام حبه جوز هند برضو كده ورشيتهم على الوش. ونيجي بقى للايه للجزء اللي احنا كرملناه برضو بالكبشه كده. وبتاخدي كده من الحله بتاعتك وبتقلبي بتغلفي نفس اللي احنا عملناه في الابيض هتعمليه في الاحمر. وانت شغاله كده طبعا احنا عملنا الابيض وخد معانا ايه من 3 4 دقايق كده على ما عملناه وجهزناه. بيكون بقى العسل بتاعك ممكن يكون بارد او ممكن يكون هادي وكده. فلو لقيتيه سقع معاكي وما انتش عارفه تشتغلي بيه او جمد معاكي كده، ممكن تولعي النار وتهدي عليه. يعني هياخد منك دقيقه واحده بس كده لحد ما يفك ويبقى ايه ويسيل معاكي. انا كنت هديت النار عليه وولعته قبل ايه بس ما جبتش اللقطه دي. وبتعملي نفس اللي عملناه مع الابيض وبتحطي برده شويه كده من جوز الهند وتقلبي كله ببعضه وتنزلي بقى في الايه في الطرف التاني من الصينيه او من الصاج اللي موجود عندك. وبتعملي نفس اللي عملناه مع الابيض، بتقلبي كله في بعضه كده برده وايه. ونجيب برده شويه من جوز الهند كده ونفردهم كده برده في الصينيه. وزي ما قلنا لو عايزه السمك بتاعك يبقى سميك او تخين افرديه رقاقيه، لو عاوزاه يبقى رفيع يضم كله لبعضه كده وايه. وخلي السمك بتاعك يبقى بالطريقه اللي انت عايزاها او بالسمك اللي انت عايزاه. بنسمي الله كده ونصلي على رسول الله واحنا شغالين كده. طبعا احنا في الشهر ده في الايام دي ايام مولد النبي عليه الصلاه والسلام. واحسن حاجه واحسن عمل تعمل ايه مش مكلف ومش مضيع للوقت ومش محتاج يعني منك ايه مجهود كتير انك تصلي على رسول الله. دي افضل حاجه تعمليها في الايام اللي احنا فيها دي. طول ما انت شغاله كده بتصلي على رسول الله بتاخدي حسنات كتير وبتاخدي إيه يعني بيمحى عنك ذنوب كتير. ربنا يا رب كده ايه يكتر من حسناتنا وحسناتكم ويمحى عنا السيئات يا رب العالمين. بكيس بقى بلاستيك كده وبتضغطي بقى عليه كده علشان ايه الوش ما يبقاش مخربش. بتساوي بقى ايه نفس الاتنين كده. دي الخطوة بقى الأخيرة اللي أنا هعملها اهي. وبرده بنفس الكيس مع اللون الابيض برده مع جوز الهند الابيض برده بتساوي كده وبتنعمي من فوق كده عشان ايه تديكي كده قطعه متساويه كده ما تبقاش مخربشه وكل حته ايه في جنب. وبعد كده بقى بسيبه كده ايه تحت المروحه قيمه ساعه او ساعتين. طبعا فاض عندي شويه من الايه من العسل او الشربات اللي احنا عملناه لجوز الهند في الاول. ما بترموهمش بتاخدوهم بالكبشه كده وبتنزلي على وش الايه على وش اللذيذه بتاعتك او جوز الهند بتاعتك.
وبترش برضو بالتساوي كده ايه على الايه على اللونين اتنين الابيض والاحمر. وبعد كده ايه زي ما قلنا بنسيبهم كده، ما بتحطهاش في التلاجة، لا احنا تحت المروحه او في جنب كده من المطبخ بعيد عن الحراره، في مكان ايه رطب كده او مكان هوي. بتحطها قيمه ساعه او ساعتين بس كده. وبعد كده بنجيبها ايه، انا طبعا قبل ما احطها في تحت المروحه وهي ايه لسه طريه كده، جبت زي ما انتم شايفين القطاعه ديت بتاعه البسبوسه بتاعه الحلويات. يعني علمت بس كده ايه، عملت خطوط بس كده علشان ايه لما اجي اقطعها تبقى ايه تبقى سهله معايا، ما تبقاش متعبه، ما تزهقنيش في التقطيع. عملت كده علامات كده مكان التقطيع اللي انا هقطعه في الايه في الابيض وفي الاحمر، اللونين الاتنين اللي انا عملتهم. وبعد كده حطيتهم ايه، حطيت الصينيه كده ايه تحت المروحه من ساعتين اتنين بس كده لحد ما إيه تنشف كده مع نفسها وايه وتعرفي تمسكيها. ودي بقى بعد ساعتين اتنين زي ما قلت لكم حطيتها تحت المروحه ساعتين اتنين، جبتها بقى ونجيب بقى سكينه كده ومكان العلامات اللي احنا عملناها باللي هي بقطعه الايه بقطعه البسبوسه او بقطعه الحلويات. هتلاقي تقطيعها بقى سهل معاكي، مش هت ايه مش هتغلبك في التقطيع. وتجيبي بقى الصينيه بتاعه التقديم، حابه بقى تقطعيها تقطيع صغيره مربعات صغيره، حابه تقطعيها تقطيع طوليه، حابه تعمليها كرات براحتك خالص، اعمليها بالطريقه اللي انت عايزاها. طالعه معايا جميله جدا زي ما انتم شايفين، ما خدش مني وقت طويل. وزي ما قلنا ديت اللذيذه دي تعتبر احلى حته او اكتر حته ايه الناس بيحبوها في الايه في علبه الحلويات. الكيلو منها الايام دي يا جماعه ب170 جنيه. ليه يعني؟ لما ممكن تعمليها ده نص كيلو جوز الهند ب50 جنيه. كوبايه السكر مش هتاخد منك حاجه، هتجيبيها بالايه هتجيبيها من التموين، من سكر التموين. وعصرة الليمونة يعني مش هتاخد منك كتير، مفيش مش فلوس كتير ولا حاجة. وكوباية عسل جلوكوز، كوباية الا ربع عسل جلوكوز. انا جبت البرطمان مخدتش منه فاض منه كتير، يعني اعمل لي حاجات تانية كتير برضو. بدل ما تشتري الحاجة غالية اعمليها في بيتك، اعمليها بايدك. حاجتك انت عاملاها بايدك نظيفة مضمونة. ما انتش عارفة مين اللي حاطط ايده في الحاجة التانية اللي انت شارياها. زي ما انت شايفين ما شاء الله طالعة معايا جميلة جدا اهي. والعسل فيها ما شاء الله طرية كده وبتمط وحاجة كده ما شاء الله اخر حلاوة بصراحة. كل اللي اكلوها عجبتهم جدا. نعمل حاجتنا بايدينا كده ونوفر في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده والظروف الصعبة اللي احنا فيها دي. بدل ما تروحي تشتري الحاجة 3 او 4 اضعاف، اعمليها بايدك ب170 جنيه او ال160 جنيه اللي تشتري بيهم كيلو من اللذيذ. تقدري تجيبي بيهم الخامات بتاعة الايه بتاعة حلويات مولد النبي كلها، وتعمليها في بيتك. بدل ما تعملي كيلو تعملي 4 5 كيلو من الحاجات من الانواع اللي انت هتعمليها كلها، سواء كان لذيذة بقى او ملبن او حمصية او فورية او سودانية، او الحاجات دي كلها تعمليها في بيتك. تبقى مضمونة حاجة كده ايه سهلة. وزي ما انتم شايفين بتطلع بتديكي نتيجة جميلة جدا، وحاجتك انت عاملاها بايدك وتاكلها كده ايه وانت مطمنة. وبكده اكون خلصت الفيديو بتاعي. عملت معاكم النهارده اللذينه، وعملنا قبل كده الملبن او الدوميه الحمراء، وهنعمل حاجات تانية كتير. استنوني في فيديوهات جايه كتيره. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبكم الفيديو فضلا وليس امرا اعملوا لايك واشتراك وفعلوا معايا زر الاشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد من فيديوهاتي مطبخ ام عبد الله.